مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو واحد من أهم المنشدين والمادحين في العالم العربي والإسلامي، وهو من القامات الدينية التي ستظل سيرتهم خالدة في قلوب المحبين والعاشقين لما تركه في العالم الإسلامي من ميراث عريق سيظل خالدا بصوته العذب في الإنشاد والابتهال في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ملأ الدنيا مديحا وثناء في خير البرية خاتم الأنبياء والمرسلين، وترتيلا وتجويدا لكتاب الله تعالى. إنه الشيخ عبد العظيم أحمد سليم، وشهرته عبد العظيم العطواني نسبة إلى قرية العطوان التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان. فضيلة مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني من مواليد شهر فبراير عام 1946 ميلادية. ولد في قرية العطواني بمركز إدفو محافظة أسوان، لوالدين وعائلة نظن دائما ولا نزكي على الله أحد أنهم من الأتقياء الصالحين. والده رحمه الله الشيخ أحمد سليم كان من الصالحين، وكان من كبار رجال الطرق الصوفية، حيث كان من مريدي الشيخ إسماعيل أبو ضيف الطريقة الضيفية، وكان رجلا تقيا حافظا للقرآن الكريم، وكانت له مآثر كثيرة. سيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني هو رائد إنشاد قصيدة البردة، وهو يعني بإنشاده القصيدة بردة البصيري ديت البردة اتشهرت بصوت سيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني، واتعرفت بصوت بردك سيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني لأنه كان بيقولها بصدق وبحب. وقصيدة البردة دي أبياتها كتيرة، وكان يحفظها وما يقرأهاش من كتاب، كان بيحفظها عن ظهر قلب وبيقولها من قلبه فعلا، فكانت بتطلع بمصداقية شديدة، وكانت الناس بتقعد تسمعها منه، وهو كان عبقري. ما كان لمثلي أن يتكلم عن الشيخ عبد العظيم العطواني، فهو الرجل الراحل من الله إلى الله، هو صاحب السماء، هو من تحبه الأرض، وأحببناه لأن الله أحبه، وعندما كتب له الحب عنده أحبه كل الخلق. ما أنا لأكون متابع للشيخ عبد العظيم العطواني، أنا كنت معيدا في جامعة الأزهر، وكنت أشرف أن أسمع البردة، وتمنيت في يوم من الأيام أن أرى صاحب هذه البردة. وعندما رأيته عند أستاذي الدكتور أحمد سالم وهو أحد أقربائه، التقى الحب، حبي وحب الشيخ، فصرت من هذا اليوم ابنا له وتابعا له. فن المديح هو فن مأثور منذ سنوات طويلة. من أشهر الفنون التي أثرت في هذا المجال بردة الإمام البوصيري رحمه الله، ثم بردة الشاعر الكبير أحمد شوقي، ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. والدة مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني كانت من الأتقياء الصالحين، وتوفاهما الله سبحانه وتعالى إلى رحمته فضيلة مولانا الشيخ أحمد سليم في شهر رمضان في ليلة القدر، وبعده بسنوات أيضا انتقلت زوجته إلى رحمة الله تعالى في شهر رمضان في ليلة القدر. وكان فضيلة مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني عندما ولد كان جده سليم أيضا من الصالحين أذن في أذنيه
ودعا الله أن يجعله من أهل القرآن الكريم، وهذا ما تحقق فيما بعد. مصر العظيمة لها نهران يمدانها بالعطاء والنماء، فالنهر الأول هو نهر النيل، والثاني الذي يمدها بعدد لا حصر له من مقرئي القرآن الكريم ومنشدي الشعر الصوفي ومادح الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما قال هيرودوت مقولته الشهيرة مصر هبة النيل، فقد وهب الله مصر في الوقت ذاته دولة التلاوة والإنشاد والابتهالات والتواشيح. ويعد الشيخ عبد العظيم العطواني واحدا من رواد النهر الثاني لدولة التلاوة، وتعد قصيدة البردة المعروفة إحدى أشهر قصائد المديح النبوي التي كتبها محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري. وقد أجمع معظم الباحثين على أن هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي إن لم تكن أشهرها جميعا. الله يعلم أن الخير مجتمع فيه، وفيه التقى والزهد والورع. لما رأى نوره في الكون يرتفع، هألم بذا نتولى وهو مرتدع. وقال لا بد هذا الملك ينتزع، وبات إيوان كسرى وهو منصدع. كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كلنا عرفنا البردة، والبردة دي من يعني تعتبر درة الإنشاد. احنا عندنا كمنشدين إن البردة دي من أعظم ما كتب في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفخامة وفصاحة كلماتها ما كان القليل اللي بينشدها والقليل اللي بيقولها. لما أنشدها سيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني كاملة بصوته العذب الرقيق الفخم ده، الناس كلها حفظتها والناس كلها حبتها من خلال سماعهم لسيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني. من عادة مولانا الشيخ عوض الله في الكتاب عندما يفرغ من حلقة القرآن الكريم مع الأطفال وتحفيظهم، كان ينشد لهم ويردد معهم بردة الإمام البوصيري. فبدأ مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني يحفظها وتعلق قلبه بها، وأظنه منذ هذه اللحظة من ظهور طفولته
بدأ يتعلق ببردة الإمام البوصيري، وبدأ يرددها بطرق مختلفة عن أقرانه الأطفال، ومختلفة عن فضيلة مولانا الشيخ عوض الله. فلمس الشيخ عوض الله في الشيخ عبد العظيم عذوبة صوته وجمال ورقة صوته، فبدأ يشجعه في هذا الاتجاه. ومولانا الشيخ عبد العظيم العطواني لم يهتم بالبردة إلا بعد أن أنجز مهمته الأساسية، وهي حفظ القرآن الكريم جودة تلاوة وتجويدا وأحكاما وقراءات مختلفة. أهم ما يميز سيدنا الشيخ العطواني هو أمر واحد فقط: كان محمديا يمشي على الأرض. فسيدنا النبي قد وصفه الله بصفات منها الرؤوف الرحيم. سيدنا الإمام العطواني ما قال لنا اليوم افعل أو لا تفعل، كان يفعل ونفعل معه. لم يقل لنا هذا خطأ وهذا صواب، كان يفعل الصواب ونحن نفعل معه. وكان يأخذ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خصلة جميلة: البشر والابتسامة في وجه الآخرين. فكلما ترى الإمام العطواني فكأنما العطواني عندما قرأ البردة وتدخلت الأنوار إلى قلبه صار محمديا. وأنا أشهد الله أنه كان مستجاب الدعوة، فقد قال لي في يوم دعاء والله استجاب لي ربنا لهذا الدعاء، وهو حتى الآن أنا في خير هذا الدعاء. سيدنا الشيخ عبد العظيم العطواني ده مش قال البردة وبس كده، ده في ناس طبعا البردة دي عارضها شعراء كتير في العالم الإسلامي كله. فكان الناس اللي كانت بتعارض البردة وبتعمل أبيات على نطاق وقافية البردة كان بياخد منهم في ناس خمست البردة وناس سبعت البردة. التخميس والتسبيع يعني ببساطة كده بيت الشعر بيتكون من ايه؟ شطرتين، شطرة يمين وشطرة شمال. فكان يجي الشاعر يقوم عامل 4 شطرات، 4 شطرات يألفهم الشاعر يكتبهم. ال4 شطرات دول بيتكلموا عن بيت في البردة، بيت واحد في البردة. يقوم عامل ال4 شطرات دول ويقوم قافل البيت الخامس ببيت من بتوع الإمام البوصيري اللي هي البردة الأصلية. لم يفعل في حياته إلا مدح الجمال النبوي. ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما يمدح كان يخلع بردته في الحياة. أيضا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع بردته للإمام البصيري في المنام، وإن كان خلع بردته الإمام البصيري عندما أصابه الفالج وكان به شلل. بعد أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البردة قام يمشي. ويذكر هناك بعض الكتب أن الإمام البصيري بعد أن كان يمشي وذهب في الشارع قابل أحد المجاذيب فقال له: يا بصيري، أين البردة التي أعطيت لك البارحة؟ كنت في مجلس تمدح فيه النبي فرأيت النبي يخلع بردته عليك. هذه الأمور ليست بالأساطير ولكنها أمور مذكورة في الكتب، لأن مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلال وجمال. وتبدأ الرحلة للشيخ عبد العظيم العطواني في كتاب القرية، وهو أحد أهم مصادر التمسك بالدين والعتبة الأولى
نحو مدارك العلم المختلفة. فكانت الخطوة الأولى للطفل عبد العظيم العطواني تعلم أحكام القرآن الكريم وحفظه كاملا ومجودا. وقد لمس شيخ الكتاب الشيخ عوض الله رحمه الله إمكانيات الشيخ عبد العظيم العطواني، فدفعه إلى أن تكون الغاية والوسيلة هي كتاب الله وأحكام تجويده، وما استتبع ذلك من خطوات تمثلت في ترحاله للاستزادة من دراسته للقرآن حفظا وتجويدا وأحكاما. وقد تتلمذ على يد الشيخ البطيخي معلم الشيخ محمد صديق المنشاوي، وكذلك الشيخ محمد سليم المنشاوي رحمه الله في بلدة المطعنة مركز إسنا، أحد أبرز معلمي الشيخ العطواني. وكان الشيخ العطواني يسافر إلى المطعنة التي تبعد عن قريته العطواني حوالي 70 كيلومترا. وكان من عادات شيوخ الكتاب بعد الانتهاء من تعليم التلاميذ أن يختتموا لقاءهم معه بأنشودة دينية، وكانت قصيدة المديح النبوي للإمام البوصيري هي الأنشودة التي يرددها التلاميذ كل مرة، فراقت كلماتها ولمست موسيقاها ثنايا أذن الشيخ العطواني فحفظها عن ظهر قلب. الله حيرهم في ظلمة السادف لما بدا سيد الأشراف والشرف، أتى الموكل بالنيران في شغف وقال جاء الذي تخشون من تلف، وما أساوة بعد الجري في نشف، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساقي العين من سادم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فضيلة مولانا الشيخ عبد العظيم منذ نعومة أظافره وهو في الطفولة لم يكن مثل أقرانه من الأطفال يحب اللعب والجري وهكذا، بل كان هادئا في لعبه. وكان من ضمن الألعاب التي يمارسها مع أقرانه الأطفال أن يجلس هو على ربوة عالية ويجلس أقرانه الأطفال أمامه ويتلو عليهم قرآن ويشرح لهم في الدين. فكانت هذه من الألعاب التي يمارسها فضيلة مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني. جده المرحوم سليم ووالده أحمد سليم حرص على تعليم فضيلة مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني، والتعليم في ذلك الوقت طبعا في القرى والمحافظات الصعيد كان يعتمد في المقام الأول على الكتاب، على حلقات تحفيظ القرآن الكريم الكتاتيب. فبدأ بمولانا الشيخ عبد العظيم العطواني يذهب إلى الكتاب القرية وتتلمذ على يد الشيخ عوض الله رحمه الله الذي علمه وحفظه القرآن الكريم وآتاه بعض أحكام التلاوة. تنقل بين المقامات بحرفية وبتلقائية شديدة جدا. يعني أنا أبص ألاقيه وهو بيقول الصبا بتاعه راح للرصد، يقوم راجع قافل الصبا على نفس الدرجة، يروح للبيات ويقوم رايح قافل على نفس الدرجة، يسلم الناس نفس الموضوع بعبقرية شديدة وبسلاسة، وما تحسش بأي نشاز. أنت كمستمع ما تحسش بالنقلة. إحنا كناس مثلا بتوع عارفين مقامات وبندرس مقامات بنعرف هو عمل إيه، فبنقعد نبقى قاعدين مستغربين إيه العبقرية دي وإيه العلم ده وإيه الموهبة اللي حباها الله لهذا الرجل العظيم عشان يوصل لنا الجمال والحاجة العظيمة ديت عشان نستفاد منها ويستسقى منها كل محب لفن الإنشاد الديني حديثا ومستقبلا. عندما مدحه حسان بن ثابت قال له إن الملائكة تستغفر لك، وعندما
مدحه الصحابة كان يقول لهم: لقد أوتيتم مزمارا من مزامير آل داود. وكعب بن زهير عندما قال: إن الرسول نور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عباءته، ونقول عنها في الصعيد بردته، فسميت بالبردة. فماذا حدث للبصيري؟ البصيري هو أحد مادحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صعيدي النشأة، فقد ولد في بني سويف، ومدح النبي كثيرا، ولكنه أصابه الفالج ولم ينفع معه الأطباء، فقال: يجب أن أمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحمه الله كان يحفظ هذه الأبيات كلها بتاعة الشعراء العظام اللي عرضوا البردة وعملوا حاجات على البردة بنفس القافية، وكان ياخد أشعارهم يقولها ويختم البيت الخامس بالإيه؟ بالبصيري. التسبيع يقول 6 شطرات، يعني 3 أبيات. 3 أبيات يعني عبارة 3 أبيات على شطرتين، يعني 6 شطرات كده، والسابع ببيت كامل للبصيري. فيقوم قايل والست شطرات يكون بيتكلموا عن بيت واحد من قصيدة الإمام البصيري. فده التسبيع والتخميس، يعني سواء 4 شطرات ويقفل ببيت للبصيري، أو 6 شطرات ويقفل ببيت للبصيري. ده فكرة التخميس والتسبيع في الشعر يعني. فمدح البصيري النبي في أبيات هي من الجمال والجلال أن أصابت كبد الحقيقة، ولكنه وصل إلى بيت ولم يستطع أن يكمله، فقال: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ولم يستطيع أن يكمل. وأخذ يقول: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، ولم يستطع أن يكمل البيت. فأخذته سنة من النوم، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قصص في الكتب موجودة، هذا ليس بكلام من الأساطير. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بصيري، إلى ما وصلت؟ فقال له: يا رسول الله، وصلت إلى فمبلغ العلم فيها أنه بشر، ولم أستطع أن أكمل. فقال له سيدنا محمد: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي ضيفك من كل الورى جاء، فجد لهم بما شاءوا لمن شاء، وفوق ما عرفوا من قيود الله ما قد عرفت، وكم لله آلاء، 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 فناولهم من قيود الله رزقهم، فناولهم من قيود الله رزقهم، فأنت قاسمها والله إعطاؤهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أصبح الصبي عبد العظيم العطواني يشجو بالبردة بين التلاميذ دون أن يشعر، فسمعه شيخه فقال له: لقد تملكت منك البردة وتملكت منها، وعشقتها وعشقتك، وامتلأ بها قلبك،
فخرجت من صوتك وكأنها لم تخرج من صوت أحد قبلك، فأنشدنا بها دائما. ومنذ ذلك التاريخ صارت البردة ملازمة للشيخ العطواني، مثلما صار هو معروفا بها، كأنما وضع البصير البردة لينشدها العطواني. أول من تنبه إلى الشيخ عوض الله اللي هو محفظه في الكتاب، هو الذي بدأ ينتبه إلى عذوبة صوته وجمال صوته وإتقانه وحفظه للقرآن الكريم، فهو الذي بدأ يصطحبه معه في الليالي والأمسيات الدينية والاحتفالات الدينية. ويمكن جزء من طباع الصعيد وتقاليده أنه في الأفراح في حالة الزفاف لما يكون حد بيتزوج بيعمل حاجة بنسميها المولد أو الاحتفال يعني الكبير. المولد هو دعوة الناس إلى العشاء ثم الاستماع إلى القرآن الكريم. وكان يأتي إلى القرية العطواني مشايخ عظام وكبار، يعني منهم شاوي والكثيرون جاءوا يعني. وكان فضيلة الشيخ عوض الله يصطحب مولانا الشيخ عبد العظيم العطواني معه في هذه الليالي. وازاي هم بقوا عباقرة؟ محدش مش ما طلعوش كده. الناس دي حفظت وذاكرت وتعبت وشقيت وسمعت كتير قوي، سمعت كتير عشان يبقى بهذه يعني الحلاوة والطلاوة في الأداء. يعني تبص تلاقيه وهو قاعد في وسط، هو معهوش فرقة، ده كان الجمهور والمستمعين بتوعه هم الفرقة بتوعه. كان أوركسترا لوحده كده، كان يأدي أداء عبقري وماسك الطبقة وماسك التون للناس، ما تبقاش الطبقة عالية على الناس عشان الناس، لا بيديهم طبقة مريحة يقدروا يقولوا بأريحية ويردوا عليه المقام أو التيمة اللي هو عاملها. أقول له: لقد علمتنا أن المديح جمال. أطفالنا في صعيد مصر العظيمة يعرفون من قصيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نذوق شوقا في هذا المحب، وهذا المحب هو الذي سوف يكون لنا غوثا يوم القيامة وسوف يشفع لنا، لأن الله من حبنا في سيدنا محمد سوف يشفع لنا بإذن الله. هذا الرجل رحمه الله هو عاش 70 سنة، قصر حياته على بردة الإمام البوصيري، ولم يعرف غيرها ولم تعرفه. يعني البردة كأنها يعني قدمت له. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الشيخ العطواني هو واحد من أهم المنشدين والمادحين في العالم العربي والإسلامي. ما زلنا نردد خلفه في مجالس العاشقين والأعياد والمناسبات بردة البوصيري، فصارت البردة تعرف بعد البوصيري بصوت العطواني، وصار